Ronaldo? He's crying in his car. Ronaldo. انتشر مقطع هذه الطفلة المغربية بكل العالم، واتوقع اغلبكم بيكون شافها ومر عليه، بحيث انها كانت فرحانة ودبت وطقطقت على البرتغال ورونالدو، واللي صار بعدها مرة فظيع. جاها تنمر ميمز مو طبيعي من كل العالم، لا من اجانب ولا من عرب. اللي قهرنا اكثر ان اغلبهم من اخوانها العرب والمسلمين. كمية السب والتنمر والتهديدات بالقتل والله ما ادري شو اقول. عشان اكون صريح معاكم، بطلت افرق بين فانز رونالدو اللي فيدو لفانزات بطاطس المتعصبات. من اليوم ورايح خلاص بطلوا تضحكوا على المتعصبات اللي يتبكبكون عشان جنغلق، لان خلاص تعادلنا معاهم. فانز رونالدو جابوا العار علينا يا اخوان، مع اني فان للدون. anyway، بعد الهجوم اللي صار على الطفله الصغيره طلعت امها بمقطع تعتذر فانز رونالدو، تحكي فيه عن الحاله السيئه اللي صارت مع بنتها بعد التنمر. شيء مره يحزن يا اخوان. ادري انه في البعض منكم الحين ضايع ومو بفاهم وش السالفه، خلوني اقول لكم القصه من الاول وليش الطفله صار معاها اللي صار، وبرضه وش قالت امها عنها. Portugal airport is that way. Ronaldo. He's crying in his car. Ronaldo. بعد ما فازت المغرب على البرتغال، اجى صحفي اجنبي عند هذه الطفله المغربيه وسالها وير از رونالدو، او فين هو رونالدو، ومن قوه فرحه البنت ردت عليه بكل براءه بهذا الجواب. Ronaldo. He's crying in his car. Ronaldo. بعدها انتشر المقطع بشكل كبير بفترة قصيرة بجميع المنصات. هنا حلت الكارثة عليها، بحيث ان كل العالم وقف ضد هذه الطفلة اللي عمرها 9 سنوات. 9 سنوات يا اخوان، وبدوا يتنمرون عليها، واقصد بالتحديد فانز رونالدو. ولو كانوا اجانب بنمشيها، لو كانوا برتغاليين بنقول ايوه عادي ما تقبلوا المزحة بسبب ان هذه بلادهم او بسبب حبهم للوطن. بس لا، مسلمين وعرب يا اخوان. ويا ريت وقفت على تعليقات التنمر وبس. في ناس مريضة تشتمها وتسب عائلتها، وما يحتاج نتكلم عن اللي هددوها بالقتل. ذنب الطفلة الوحيد عشان يجيها هذا الشيء كله هو انها كانت فرحانه بفوز منتخبها على منتخب كبير ولاعب كبير رونالدو. هذا شيء طبيعي ومن حقها تنبسط، وما قالت اي شيء غلط بالمقطع غير انها كانت فرحانه، وقالت شيء سمعتها تقريبا كل يوم بقطر، وهو ويرز او فين هو، لانه ويرز هذا بالاصل ترند وبدا من عند مشجع سعودي بعد ما فازت السعوديه على الارجنتين. من هنا كانت بداية الترند، وكل أخذه طقطقة إلا فئة من فانز ميسي برضو تعصب وشجعوا المنتخبات الثانية ضد بلادهم. المهم كلنا نعرف أن الأطفال بسرعة يلتقطون أي شيء يسمعونه لما يكونوا بعمر صغير، وهذا بالضبط اللي صار مع هذه الطفلة المغربية، بحيث أنها قلدت الترند وبس. وبعدين بالعقل يعني ترى ما راح يتغير أي شيء لو تكلم أي شخص عن رونالدو أو ميسي، بيضلوا أساطير كرة القدم وما حد بين في هذا الشيء. لكن المتعصبين كذا يحس بنفسه إذا ما دافع عنه يعتبر نفسه خائن ولا ما أدري ويش، والمشكلة يدافع عنها قدام طفلة وما قالت أي شيء غلط غير أنها كانت فرحانة. بعد مقطع الطفلة كثير منهم شجعوا فرنسا ضد المغرب، فرنسا اللي سبت رسول الله، فرنسا اللي سوت حملة كبيرة ضد قطر بسبب منع قطر للألوان. نزلت مقطع كامل اتكلم فيه عن السالفة، بتلاقوه تحت بالوصف. فرنسا اللي كانوا بيرفعوا علم الألوان لو أخذوا كأس العالم. بيجي واحد الحين بيقول لي لا هذه كرة القدم ومن حقي أشجع أي منتخب. بهذا الموقف أيوة متفق معاه، لكن مو بشجع بسبب طفلة وبسبب أن المغرب خسرت رونالدو، لا كده أنت شخصنتها. المهم خلونا نشوف الحين مقطع الأم اللي اعتذرت فيه وقالت وش صار على بنتها بعد هذا الهجوم. I just want to say that she's now going through a very difficult psychological state, to the point that she refuses to eat or speak because of the comments. I assure you that my daughter did not mean to insult the player Cristiano Ronaldo, because she does not know anything about football. She was only repeating what she was hearing around her. زي ما قلت لكم زي ما سمعتوا الام قالتها، الطفله اصلا ما تدري من هو رونالدو ولا هي داريه عن كره القدم. البنت قالت بس الكلام اللي كانت تسمعه كل يوم بقطر، وتقصد الترند اللي بدا من عند المشجع السعودي. وبحسب كلام الام طفلتها دخلت بحاله نفسيه صعبه بسبب التنمر، مع انه اصلا ما كان قصدها تتمسخر على رونالدو. وزي ما قلت لكم خلاص بطلوا تتمسخروا على فانزات الكوبوب بعد كده، لان بس بنت صغيره بكت فوق المليون نفر. I apologize to all of Cristiano Ronaldo's fans for what happens, and I hope you to stop all the videos about her treating her mental health, and also her friends are bullying her right now. Please consider her like your younger sister and forgive her, because she was not serious about what she said. I'm so sorry, and please stop those videos, please.
I'm sorry. صراحة ما ادري ليش اعتذرت، لكن واضح ان قلبها محروق على بنتها، وخصوصا لانها ما سوت اي شيء غلط. تخيل بس معي تكون كذا مبسوط وفرحان، فجأة العالم كله يقلب ضد، اجانب، عرب، مسلمين، الكل نازل عليك سب وشتم وتهديدات. والله بيجي ابو جدك اكتئاب في الرباط الصليبي، ما ادري وش دخل الرباط الصليبي بالسالفة، بس يلا. ما ادراك لو صار هذا الشيء مع بنت وعمرها فقط 9 سنوات، والمفروض بعد ما تأسفت الأمة انه الناس تتعاطف مع الطفلة، صح؟ لا، صار العكس بالضبط، وتعليقات السب والتنمر ما وقفت وزادت، اللي يتشمتون فيها واللي يسبون واللي يتنمر. والله الناس مريضة يا ناس. شوفوا معي التعليقات، حرفيا شيء يقهر والله. مع انه ادري ان اغلبهم بتلاقيه كذا عمره من 10 سنوات ل 15 سنه وقاعد ورا الكيبورد، بس اللي قاهرني انه واحد بهذا العمر ولسه صغير يسوي دي الحاجات. التربيه ثم التربيه يا اخوان، والله يشفي البنت، وباذن الله متاكد انها بتفرح وبتنبسط بعدين بهذا الانجاز. ايوه انجاز عظيم انك تبكي فوق ال 500 مليون حمدون. امزح يا اخوان، تروني انا بعد فاضي التون. نشوفكم بالمقطع القادم ويا الله. شارك بالقناه، لايك للمقطع، والرابط الانتساب تحت.